السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مطبخ توأم. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله يا ربي فيديو جديد، وفيديو ديال واحد العراضة اللي بسيطة جدا، عادية، متواضعة كيف كنقولوا. غادي نقدم لكم فيها طريقتي في الدجاج محمر اللي كيجي لذيذ 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 بزاف بزاف وساهل، اي مبتدئه تقدر تحضروا. وغنشارك معكم واحد الميني كيك حتى هما اللي كيجيو زوينين وكيجيو خفاف وهشاش وكيجيو لذاذين. وكيف قلت لكم شي حاجه اللي بسيطه غادي نتشاركها معكم. وايضا هذا الفيديو ما غاديش يكون كله هضره، فغادي ندير لكم واحد شويه ديال، ما غاديش يكون يعني كله كنهضر فيه وهذا. فمهم ما نطولش عليكم بزاف، خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه ديال هذا الميني كيك اللي غادي نحضره، فبالنسبه هنا اللي بغات دير خليط واحد تخرج منه جوج اشكال ممكن. لانني كتبغى كميه كبيره، فداك الشيء علاش درت كل خليط بوحديتو. عندي هنايا بالنسبه للخليط الاول ديال ماشي الشكلاط العادي ديال مذاقه الليمون، عندي جوج البيضات، قبيصه ديال الملحه، فانيلا، كاس العنبه ديال السكر سنيده. غادي نزيد عليه واحد الياغورت ديال الفاني 110 غرام. بالنسبه للمكونات تكون كامله بالدرجه ديال حراره المطبخ باش يطلع لكم هذا الكيك مزيان. وعندي هنا واحد جوج معالق كبار الماء. فبالنسبه لهذا الميني كيك ديروا فيهم جوج معالق الماء فكيعطيو واحد النتيجه زوينه. صافي. وعندي هنايا كاس العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نحك هنايا واحد القشره ديال البرتقاله اولا حامضه نسمو باش ما بغيت، فانا درت النكهه ديال هذا المذاق ديال البرتقال. كتحكوا غير القشره الفوقانيه، ما كتدخلوش القشره البيضاء باش ما تعطيكمش المرورات في الكيك. صافي. انا بديت كنضيف في الدقيق. هنا عندي كاس الاول ديال الطحين مع خماره وحده ديال الحلوه من وزن 8 غرام. بالنسبه لهذا الخليط غنخرج منه جوج انواع ديال لي كيك. ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، طبعا كتغربلوه مع ساشيه وحده ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. كنخلط مزيان ثم كنضيف الكاس الثاني. فبالنسبه لهاد الميني كيك من هاد المقادير اللي عطيتكم كيهزوا لي دائما جوج الكيسان ديال العنبه. ضفت هنايا الكاس الثاني وغادي نخلط كل شيء مزيان. هانتوما هنا باش كتعرفوا الخليط ديالكم راه هو هذاك. كترسم لكم رقم، كيتكتب لكم الرقم 8 وكيبقى واحد شويه عاد كيختفي. ما نتوما كيف كتشوفوا لهذا الشكل هذا. غادي نخليه على جنب وغادي ندوز باش نحضر الكيك الثاني. تا هو عندي فيه جوج بيضات بدرجه حراره الغرف ديال المطبخ، وعندي واحد الكاس العنبه ديال السكر سنيده، واحد القبيصه ديال الملحه، وساشيه وحده الفاني. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد هنا غادي نضيف كاس العنبه ديال الزيت، كيكون ناقص واحد الصبيع هكا ديال الزيت النباتيه، وكنخلط مزيان. ثم كنضيف واحد الكاس دافي ديال الحليب غير كتدفيوه، وكنضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. اختياريه، اللي كيبغي مذاق القهوه يدير، اللي ما بغاش يكتفي غير بالحليب. وبالنسبه اللي ما بغاتش دير الحليب دير غير الماء وتذوب فيه معلقه صغيره ديال القهوه. صافي. وكنخلط مزيان ثم كنضيف الدقيق. عندي هنا الكاس الاول ديال الطحين، ضفت مع ساشي وحده ديال الخميره الحلويات، كنغربلو على هذا الشكل. ثم هنا ضفت الكاس الثاني وكملته بالكاكاو. ها نتوما كيف كتشوفوا هذا الكاس الثاني راه ما عمرتوش. قلت بلاتي حتى نشوف ما زعمتش نعمرو من الاول حتى الفوق بحال الكاس الاول. المهم ناقص واحد المعلقه كبيره، ولكن في الاخر غادي نرجع نضيفها لان الخليط كيبان ليا مازال باقي خاصه واحد المعلقه ديال الطحين، هي ديك اللي نقصت هي اللي زدت في الاخر. ها هي كيف كتشوفوا هنا زدتها. صافي. كيولي الخليط على هذا الشكل هذا جوج الكيسان. المهم نتوما كتعمروا الكاس وكتكملوا بالكاكاو، جوج معالق كبار ديال الكاكاو.
وصافي الخليط جاهز. هنايا هاد الليمون اللي غادي نحضر، هذاك المول اللي كتكون فيه حفره في الوسط، هاد المول العجيب الصغير وهاد الليمون هادو الصغار. نتوما ضيفوا اي مولات كيعجبوكم، حتى دوك الليمون ديال اللي كيش ديروهم نتوما، راه كتجي فيهم مزيان. صافي هنايا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. الفران طبيعه الحال راه كيكون سخون، وكتعمروهم غير هو ما تعمروهمش كاملين حتى للفوق، يعني خليوه هكايا فين يتنفخ. منين يطلع في الفران باش ما يفيضوش لكم، خليو ليهم المساحه فين يطلعوا ويتنفخوا. صافي كنعمرهم وكندخلهم الفران على عافيه، يعني بحال اي كيكه عادي، عافيه مهيله، يكون الفران سخون، هما من الفوق العافيه لهم من تحت يطيبوا يبانوا لكم من الجناب راهم تحمروا. وبدات كتطلع ليهم التحميره من الفوق، ديك الساعه كتهبطوهم من تحت والعافيه لهم من الفوق، يزيدوا يتحمروا من الفوق وكتخرجوهم. صافي بالنسبه لهداك الخليط اللي بقى ليا، عمرت به هادو الصغار هادو كيف كتشوفوا. وصافي هاد الخليط هذا عمرت به هادو ديال الشوكولا. صافي بالنسبه لهاد الخليط هذا، في هاد ليمون مع هادو شويه كبار، يعني شويه كيهزوا، فعمروا ليا غير 8، ما عمروش ليا 12 كاملين، عمروا ليا 8 ديال القوالب. صافي انا كيف كتشوفوا هما من بعد ما خرجتهم، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو هشاشين وكيجيو زوينين. هنايا النصيحه للاخوات اللي كيقولوا كيلصقوا لنا هاد الليمون، فدهنوهم مزيان بالزبده والطحين، وغير تخرجوهم من الفران مباشره قلبوهم وهما باقيين سخان. انا راه كيكونوا كيحرقوا، راه نتوما تشوفوا يدي دغيا كنزرب، كتحيدوهم هما باقيين سخان، كيف ما كتخرجوهم من الفران كيف ما كتحيدوهم من المول باش ما كيلصقوش ليكم. حيت هاد ليمون الصغار كاملين الا مشات حتى بردات فيهم الكيكه ما كيبغيوش يخرجوا الكيك، فخليهم هذيك الساعه كي تجبدوهم من الفران ديموا ليهم حيدوهم من المول. نفس الشيء غندير حتى مع الاخر. هنايا عمرتهم بكريم باتيسير عادي، خديت كاس جوج كيسان العنبه ديال الحليب وخرجت ليا كريم باتيسير، نتوما ديروا غير كاس ونص ولا كاس. ضفت معاهم واحد المعلقه كبيره ديال كريم باتيسير ومعلقه كبيره ديال السكر، كتخلطوهم مزيان حتى كي يتقالوا، وكتضيفوا لهم قشوره البرتقال اولا نكهه البرتقال. وصافي هنا هادو حتى هما كيف كتشوفوهم راه باقيين سخانين، ديك الساعه حيدتهم من المول، وراه كيجيو هشاشين وكيجيو خفافين وكيجيو زوينين، غير جربوهم شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو. بالنسبه لهادو حتى هما كتحيدوهم من المول، هما باقيين سخان. بالنسبه للتزيين ديال هادو، فذوبت الشكلاط، ذوبته وضفت ليه شويه ديال الزيت وصافي، وكنحطو هكا في الجنب، وكنبدا هكايا كندوزو هكا من الجنيبات هكايا اللي في الجناب على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين، غير الشكلاط بوحدو مع شويه ديال الزيت على هذه الطريقه هذه. المهم طبعا التزيين كيبقى على حسب وكل وحده، يعني تبدا بداكشي اللي عندها واللي متوفر عندها. وبالنسبه لهادو اللي بقاو فهذاك نفس الشكلاط ضفت ليه واحد العلبه ديال الياغورت ديال الشوكولا. صافي وغادي نخلطو مزيان مع داك الشكلاط وبيه باش غادي نعمر دوك الحفر اللي في الوسط على هذا الشكل هذا. كتبقاو هكايا مسمرين حتى كتعمروهم. بالنسبه تقدروا ديروا فوق منهم مثلا شي هكايا خطوطه بالشكلاط الابيض، كاوكاو ايفيلي، لوز ايفيلي. المهم نتوما يعني زينوا بداكشي اللي متوفر عندكم، خليتهم كيبردوا ودزت غادي نشرمل الدجاج الا كنتو غطيبوه في الغداء فشرملوه ليله قبل، الا كنتو غطيبوه في العشاء شرملوه في الصباح. انا هنايا كنت غنطيبو في العشاء فتا الصباح عاد شرملتو. خديت هنايا الطريقه كتجيني ساهله بزاف، خديت واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مع 6 طريصات ديال الثومه مع واحد البصيله صغيره، بصيله صغيره
وكنطحنهم مع كاس لارو بالعنبه ديال الماء. هذاك الماء صافي هو اللي كديروا، ما كتعاودوش مازال تزيدوا الماء في الشرموله. صافي انا طحنتهم مزيان كيف كتشوفوا، ضفت ليهم 2 مكعبات ديال ضامه ديال الزعفران، وضفت ليهم واحد عصير ديال نص حامضه صافي. وكنضيف ليهم هنايا هذا اللب ديال نص حامضه مصيره، كتحيدوا ليها العظيمات بطبيعه الحال، غير اللب فقط بلا ما تحيدوا داك الجلوفه اللي كيكونوا في الوسط، حيدوا غير اللب صافي. كنضيف هنايا انا نعطيكم المقادير يعني ديال الدجاجه وحده. هانتوما كل دجاجه كديروا فيها ضامه ديال 3 ضريسات ديال الثومه، و ديال 3 ضريسات ديال الثومه، شويه القزبر ومعدنوس، شويه العصير ديال الحامض، واحد اللب ديال ربع هكا حامضه مصيره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره السكينجبير. انا كندير هنا 2 معالق صغار، يعني هي معلقه كبيره تقريبا. وعندنا واحد المعلقه صغيره مع عمراش ديال البزار. الا كنتو ديروا دجاجه وحده غديروا غير نص معلقه صغيره مع عمراش. وعندنا واحد شويه ديال الهريسه، وعندي واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال السمن صافي. وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال القزبر حبوب، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. هانتوما هنا درت 2 معالق سكينجبير، 2 معالق الخرقوم، 2 ضامات ديال الزعفران، معلقه صغيره مع عمراش ديال البزار، معلقه صغيره عامره ديال القزبر حبوب، وهذا ومعلقه كبيره ديال السمن في 2 ديال الدجاجات. راه هنا واخا تبان لكم الشرموله خضراء راه ما تخافوش، يعني راه ملي كيطيبوا هذا راه هذاك الزعفران كيطلق داك اللون الاحمر في الدجاج. واللي بغات ديرهم ملون ديروا، فانا صراحه ما كنبغيش نديرو، فمن الاحسن يعني المهم اللي بغات ديروا. انا صراحه ما درتوش، ولكن واخا هكاك جا الدجاج يعني جا محمر وجا زوين. ولا بان لكم الخضر راه ما تخافوش، راه الكاميرا زايده حتى هي زايده في الخضر، زايده يعني زايده ليه في اللون، ولكن راه غير كيبدا كيطيب وكيبدا هكا كيتشحر كيتقلى فوق البوطه، راه هذاك الزعفران والخرقوم كيطلقوا اللون ديالهم. فهاد الطريقه معتمده عندي، ولكن اللي داق الدجاج راه كيعجبو كيجي بنين. هنايا الدجاج طبيعه الحال غسلته ليله قبل، بيتو في الحامض، وكنت غسلته مزيان بالملحه والسكينجبير وهذا. فهداك الشيء شفتوني ما درتش الملحه في هذا في الشرموله، فمن الاحسن ما ديروهاش حتى الاخر تدغمر لكم الضميره عاد ذوقوا، لان الزعفران والسمن والحامض مصير راهم مالحين، والدجاج كيكون خلاص مغسول بالملحه، فمن الاحسن ما ديروش صافي. هنايا كنشرب من هذا الدجاج مزيان كيف كتشوفوا، راه كيجي بنين، غير جربوه على حسابي والله ما تشبعوا منه، كيجي زوين والضميره كتجي معلكه وزوينه. هانتوما غادي تشوفوا يعني، وتا ريحته كتكون زوينه بزاف ملي كيكون كيطيب. هنايا كيف شفتوا كنتقب هكا يستر من الفوق بصباعي، كندير فيه واحد الحفره باش كيدخل لي هذاك الشرموله، وكنتقبو مزيان بالموس، وكندخل الشرموله مزيان بين الجلده واللحم وفي الوسط، يعني شرملوه مزيان، ما تخليو حتى شي بلاصه ما قايساها الشرموله. وصافي هنا كندخل داك الرجيلات هكا كندخلهم في الجلده، وكنخليهم. انا شرملته في الصباح بكري وخليته يعني حتى ل5 هكاك عاد رديته، لانه ما زعما ما كياخذش وقت كتير. صافي كيف كتشوفوا تقريبا بقى شي 6 ولا 7 السوايع وهو مشرمل. هنايا صافي من بعد غادي نطيبو. خديت هنايا في الاول عندي هنا كيلو البصله، قسمتها على 2 ونص. غنديرو دابا درتهم من التحت، وغندير من فوق منه هكايا داك الدجاج، وغادي ندير داك الشرموله اللي كانت بقات، وهذاك البانيو غنعاود نشلو بشويه الماء، وغادي نحط فيه داك الدجاج. صافي غادي نردو فوق البوطه عافيه طبعا كتكون مهيله، وكتبقاو تقلبوا فيه مره بحال هكا باش ما كيلصقش لكم من التحت. واخا انا في الاخر غدراتني هاد الطنجره لانها ولات كتلصق ليا في الاخر، غدراتني وتلصقات ليا واحد الدجاجه فالمهم نتوما يبقاو هكا يتقلبوه مره حتى، وخليو ديما الطنجره ديالكم منفسه باش ما كيطرطقش لكم الدجاج، ديك الجلده ديالو ما كتطرطقش، وديما خليوها منفسه صافي الطياب. المهم هنا كتبداو تقليوه مزيان كيف كتشوفوا حتى كيتبدل ليه اللون. من بعد كتضيفوا ليه الماء يكون طايب، الجهد اللي غادي يغطي الستر فقط، يعني باش ما تبقاش لكم الماء بزاف ويتعطل لكم باش يتدغمر صافي. وكتغطيوه وكتخليو داك الدجاج حتى كيطيب.
صافي كيف كتشوفوا من بعد ما طاب الدجاج، ها نتوما كيف شفتوا راه كيولي لونه كيولي لونه هكايا صفر، وهذا يعني ما كيبقاش كيف قلت لكم ما تخلعوش، راه ما كيبقاش لكم خضر ولا شي حاجه، بالعكس راه كيجي زوين. ها نتوما المريقه من بعد ما حيد داك الدجاج من بعد ما طاب كتغطيوه بواحد الميكا وبواحد الزيت باش كيبقى داك الصدر رطب ضروري هو باقي سخون. صافي هنايا داك زدت داك نص كيلو البصله الاخر اللي بقى، انا كيف قلت لكم درت كيلو قسمته على جوج. انا ضفت داك الكريسات والقلب اللي قطعتهم طريفات، وضفت داك العنيقات حتى هما، وهاد الكبده قطعتها وغادي نسلقها نص سلقه مع عصير الحامض، ورميت معاها داك الجلوفة الحامض اللي عصرت. صافي كندوز هنايا للبرمه، زدت ليها واحد نص كاس يكون وافي ديال العنبه ديال خلط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه. صافي وكنزيد ديك الكبيدات وكنخليها حتى كتتغمر، وكتوقف ديك التغميره في الزويته ديالها.